السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في الفيديو اليوم. فبعد واحد الغيبة اللي كانت طويلة بزاف، كنرجع لكم اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو. ان شاء الله يكون خفيف ظريف وتكون فيه الإفادة والاستفادة بمشيئة الرحمن. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد المعسلة، بما اننا يعني في اجواء رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية والمغفرة ان شاء الله. فكما غتشوفوا معايا غنشوفوا مع بعضنا هاد المعسلة هذه يعني كيفاش كتجي مقرمشه من برا ومعل كامل داخل كيف ما كتشوفوا، وكتجي يعني الحشوه اللي فيها داخل الشاربه يعني معسله حتى للقلب كيف ما كنقولوا. فخليكم معايا، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، وما تنساوش من البارطاج الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وهذه المعسله ان شاء الله غتبعوها معايا من الاول حتى الاخير، غتنجح معكم اول مره ان شاء الله. غتحصلوا على واحد الكميه والنتيجه غتكون ناجحه 100%. فالهدف من هذا الفيديو هو ان نعطيكم نصائح كيفاش المعسله تبقى معسله لاطول مده وتبقى مقرمشه ومحافظه على اللمعان ديالها. فتبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير باش نتوما تجربوهم. اولا كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي واحد نص كيلو د الكاوكاو. انا استعملت كاوكاو البلدي يعني داك الصغيور، حمصته في الفران، ما استعملتش شي ماده دهنيه، يعني عملته في الفران، حمصته مزيان، شويه خليته بالقشور وشويه حيدت له القشور، يعني حتى البنه راه كتكون في القشره فما تقشروه شي مره. فكما كتشوفوا عملت هيدا كاوكاو طحنته بهذه الطريقه هذه. لازم يكون مطحون مزيان، حنا ما عندناش الغرض في كاوكاو يكون مدردش او لا يكون باين، يعني عن تجربه حاولوا طحنوا كاوكاو بهذه الطريقه هذه. صافي عندي هنا نص كيلو كيف ما قلت لكم د الكاوكاو بلدي. غنعمل معاها 250 غرام ديال الجنجلان تا هو بلدي وحمصته في الفران، يعني تقدروا تحمصوهم في الفران كيف كما في المقله عفوا، نفس الشيء غير حضيو معاهم. صافي حتى الجنجلان كما كتشوفوا طحنته بهذه الطريقه هذه، يعني كلشي طحنته مزيان حتى عطاني يعني بحال البوماد هذا. اما هذا فهنايا واحد 200 غرام ديال الكاوكاو، هذا كاوكاو الرومي يعني هذاك اللي كيكون كبير ومقشر. هنا واحد 200 غرام. الصراحه انا ما كنتش عامله بحسابها، جبرتها عندي وحمصتها حتى هي وزيتها لهاد الحشوه هذه. صافي اذا عندي الجنجلان كما كتشوفوا اللي كنوري لكم دابا، هذا اللي قبل منه كاوكاو، هذا الجنجلان اولا الزنجلان البلدي اللي طحنت، وهذا الكاوكاو اللي بياض هذا كاوكاو بلا قشره. هادو هما المكونات. تقدروا تعملوا نفس الكميه ديال الجنجلان وديال الكاوكاو كيف ما تقدروا تعملوا كيف ما عملت انا. هاد القياسات اللي عطيتكم. كنكهو هنايا بواحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هاد المنكهات ضروري منها، يعني بحال القرفه راه ضروري منها. عملت واحد زهره البرتقال حتى هي يعني ما كتبقاش النسمه د الكاوكاو مره، يعني ما كتعرفوش كذاك هاد المعسل هذه بكاوكاو وهي ما بيناش بان كاوكاو. عملت 3 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي دقيتها مع معلقه صغيره د السكر كلاصي، وعملت هنايا كيف واحد القبيصه د الملح ما نساوهاش، وهنايا عملت واحد المعلقه كبيره او ما يعادل واحد 30 غرام حتى ل 40 غرام ديال الزبده. هاد الزبده هذه البنات هذه زبده نوازيط، يعني انا ملي كنكون محتاجه الزبده، يعني ملي كيدخلوا العواشر وكنكون الزبده نوازيط كنحتاجها في بزاف ديال الحاجات، فكنشري واحد كيلو اولا نص كيلو، كنزول منها الحليب ديالها وكنعملها بواحد القريعه وكنخبعها في الثلاجه. ملي كنحتاج كنهز منها كيف ما شفتوا. انا خديت منها واحد المعلقه كبيره وما يعادل واحد 40 غرام، ومن بعد ضفت واحد 2 ديال المعالق ما يكونوش حامرين بزاف ديال السكر كلاصي. يعني هنا ما نقدرش نقول لكم البنات ما تزيدوش السكر، فزيدوا السكر، عملوا السكر كلاصي، عملوا واحد 2 المعالق، لانه كيعطينا واحد التعليكه خطيره من الحشوه ديالنا. فما تقولوش بانهم غادي يتعسلوا ما نعملوش السكر، لا، عملوا واحد 2 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي. من بعد انا الحشوه جاتني بحال ناشفه شويه، يعني بغيتها تزيد طرطاب، فضفت لها واحد المعلقه كبيره ديال ماء الزهر. نتوما على حسب، يعني نتوما عينكم ميزانكم. المهم هذا هو القوام اللي خصنا تحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. واحد لافاص ولا واحد الحشوه اللي تكون عندنا هيدا يعني بحال الزبده. صدقوني ما محتاجينش نعملوا داك الكاوكاو مدردش او نخليو شويه جنجلان باين، بالعكس الحشوه هيدا كتجي رائعه، كتجي معلكه ويعني كتذوب في الفم. صافي حنا غنعملوا هذا الشكل هذا. تقدروا تعملوا بريوات، تقدروا تعملوا سيجار، انا غنعمل هذا الشكل هذا بحال المخده اولا. المهم نتوما شفتوا الشكل ديالها. انا غنوري لكم واحد النموذج كيفاش نقطعوا الورقه بالنسبه للمبتدئات اللي يجربوا هاد المعسله هذه. طريقه يعني بسيطه جدا، ولكن لا باس نوريو اللي عمره ما جربهم ولا عمره ما عدلهم يجربون بهذه الطريقه ولا اسهل. يعني كنشبروا الورقه كيف ما شفتوها، كنطويوها على 2 بهذه الطريقه هذه.
يعني كنطويو على النص من بعد على النص، وكنحيدوا لهاد الجنيبات هذا باش نحصلوا على واحد المربع. هادوك الجنيبات اكيد داك الزوائد اللي زولت هادوك غادي نحتاجهم، حتى حاجه ما كتضيع. وصافي غنحاول ناخذ القياس هيدا. وانتم اللي حبيتوا يعني تقدروا تستعملوا مسطره باش يجيكم القياس يعني هو هذاك تقدروا يعني نتوما والاختيار ديالكم. انا عملت هذه الطريقه ابسط حاجه يعني تقدروا تعملوها. من بعد غنعمل الورقه على الورقه كما شفتوا، طرف على طرف، ونقطع ونحصل على 4 ديال المربعات. اكيد نتوما ملي غتكونوا كتقطعوا تعملوا واحد الكميه كبيره ديال الورقات البسطيله. هاد المملحات تقدروا تعملوها حتى عفوا هاد المعسلات تقدروا تعملوها حتى اسمحوا لي تخلطوا عليا المملحات مع المعسلات. تقدروا تعملوها حتى بالورقه ديال الفيلو. الحق الورقه الفيلو اكيد غندخلوها للفران. صافي كيف ما شفتوا داك الكويره انا كنسرحها هيدا وكنطلقها كيف ما شفتوا، وكنلصق ببياض البيض. انا هاد المخيدات اولا هاد المهم هاد القنوطات ولا سميهم كيف ما بغيتوا ما غنخليهمش يباتوا. صافي هنايا كنلف عادي ما كنزيرش يدي بكل اريحيه، وكنضغط هيدا باش نجيب واحد الشكل اللي هو مقاد وزوين هيدا بهذا الشكل هذا. صافي كيف ما قلت لكم انا ما كنخليهمش ينشفوا اولا يباتوا، مباشره غنكمل وغادي نبدا نقلي. اكيد كنسخنوا الزيت في الاول وكنعمل واحد التيست اولا واحد التجربه باش نشوفوا اذا كانت الزيت سخونه، وغادي نبداو نقليو. هاد الزيت كيف ما كتشوفوا انا راه ديجا كنت قليت فيها بريوات ديال اللوز. فملي كتكون عندنا شي حاجه ديال اللوز اكيد غنصبقوها هي الاول، لان كاوكاو راه كيخلي شويه ديال النكهه ديالو. فاذا كان عندنا شي حاجه ديال اللوز صبقوا الحاجه ديال اللوز. صافي كنعملوها على نار اولا كنسخنوا الزيت مزيان، من بعد كنقصوا النار كنخليوها متوسطه، وكنبقاو نحركوا. اهم حاجه في القلي هو اننا نبقاو نحركوا هيدا باش كنتحصلوا على واحد اللون موحد كيكون ذهبي، وكتكون النتيجه رائعه. كنظن الفيديو راه كيشرح راسو، غتبعوا شويه بشويه وانتم غادي تفهموا. مباشره كنستقطرهم بالزيت وكنطفيهم في العسل اللي كتكون ثقيله. وبالنسبه لاهم نصيحه نقول لكم هي بان تخليهم يباتوا في هذه العسليه هذه، يعني تغطيو عليهم بشي حاجه تقلوا عليهم، ماشي تغطيو عليهم وصافي، يعني تقلوا عليهم ونخليهم يتشربوا العسل الليله كامله، وهذا كيحافظوا على القرمشه.